السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية دايما يا رب. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة عامل لكم أكلة جميلة جدا، كباب حلة. الأكلة دي اقتصادية، مش اقتصادية في طبعا في الأكل، لا اقتصادية، بتكفي عدد كبير من الأفراد. لو انت عاملة حبة صغيرين قد ربع كيلو أو نص كيلو بيكفي عدد كبير من الأفراد، لأن بتقطعي معاها بصل، بتقطعي معاها فلفل الرومي، يعني حاجات زي كده، فبتبقى كتيرة في القلب. الأكلة دي جميلة جدا وموفرة جدا. انا كان عندي لحمة باقية من العيد، طلعتها، كان كيس كده، بس انا مش عارفة في حدود قد ايه الحبة دول. يجي كده نص كيلو، كيلو الا ربع، في الحدود دي. فانا طلعتها كده وهعملها، وقطعتها زي ما انتم شايفين. غسلتها الاول وبعدين قطعتها زي ما انتم شايفين مكعبات كده كبيرة حلوة. وجبت بقى طاسة معايا فيها شوية سمنة وشوية زيت، وهنزل بيهم باللحمة. اللحمة لازم اديها صدمة كده عشان تشرب المية بتاعتها، وتبقى من جوه طرية، وفيها وتبقى جوسي كده من جوه، ما تبقاش من جوه ناشفة. وبعد ما احطها على الوش ده واديها صدمة، بقلبها برضو كده تاني على الوش التاني عشان تاخد من الوشين الصدمة بتاعت السمنة والزيت. بعد كده بقى هقعد اشوح فيها كده شوية، واغطي عليها النار عشان تتشوح كده مع بعض، وتكرملي السمنة والزيت، ويبقوا كده ايه، لونهم بيتغير. طبعا بعد ما تاخد لون كده الذهبي الجميل ده، هضيف البصل هنا انا بحطه، لو انا عندي قطع بصل صغير حجمه صغير، بحب ان انا احتفظ بقوامه كده، وبيبقى جميل جدا وبيستوي، وبيبقى طعمه جميل جدا، وبيسكر لي الكباب الحلة. وبحط كمان اكتر من كده كمان، بس هما كان عندي الحجم ده شوية، دول حجم صغير ده. وبجيب بقى كده ايه الشفشق بتاعي، واحط فيه حوالي من 3 طماطمات وقرن فلفل وبصلايه كده صغيره، واضربهم في الخلاط ويطحنوا كده كلهم مع بعض، وبروح حطاهم على النار يغلوا بس غلوتين. ليه؟ لان انا مش عايزه احطهم على اللحمه كده على طول، عشان ما تجرمزليش اللحمه، لان اللحمه سخنه والطماطم بارده، فمش عاوزه ان هي تجرمز لي اللحمه. رحت بقى ايه، هغديها بس غلوتين، وهو اللون بقى اللي انا عاوزاه ده. بصوا اللون الجميل ده، هو ده اللي بيبقى متكرمل وبيدي كده زي، شفتوا اللي هو الجيمي جلاس ده. ده بيبقى فيه منه بودر كده، بيتباع في اكياس، عارفين زي الكياس البشاميل والبودرة، هو بودرة زي كياس البشاميل، وكياس اللي هو البهارات الكفتة وبهارات الفراخ المشوية زيه كده. بس انا ما جبتهوش، كنت دايما بحط الجيمي جلاس ده، بدوبه في شويه ميه واروح ضيفاه على الكباب الحله. بس انا ما جبتهوش، بس شوحت اللحمه كويس فادتني اللون والدرجه الجميله دي. وحطيت قرنين فلفل برضو كده حامين، والبهارات بتاعتي ملح وكمون وفلفل اسمر وشويه 7 بهارات وكزبره ناشفه وشويه شطه. هي بصراحة كانت مشطشطة معايا كده شوية، بس كانت طعمها جميل جدا جدا جدا، والطريقة دي حلوة جدا بطريقة البصل وهو كده صحيح. تاكلي البصلاية والبصلة بتستوي معايا وبتتكرمل كده، وانا بشوحها بتبقى جميلة جدا. خلصت كده الكباب الحلة، هو خلصته واستوى معايا، وما حطيتش الملح الا لما لقيتها استوت. يعني طبق البهارات اللي انا حطيته ده كان فيه الملح بتاعه، ما حطيتهوش الا لما جستها ولقيتها استوت. بس كده. ومعايا بقى طبق الرز ده، رز بالشعرية كنت عاملاه،
وعملته كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وجبت طبق دفسته كده في النص عشان يعمل لي حفرة كبيرة، عشان احط كده مقدار حلو كده من الكباب الحلة، بحيث كده اللي ياكل يلاقي طبق المعلقة مغمورة بالرز والكباب الحلة بالبصل الجميل ده. بألف هنا وشفا على كل اللي يجربه، جميلة جدا والأكلة موفرة، مش موفرة في الفلوس. انتوا عارفين اللحمة غالية جدا، لا لو عاملة عدد قليل أو كمية قليلة من اللحمة بتحطي فيها بقى خضروات وكده بتبقى جميل. بألف هنا وشفا، وشكرا ليكم ومع السلامة.